اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد، صباح الفل، صباح الهنا، صباح التفاؤل. النهاردة فيديو جديد. اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويشجعني يا جماعة ويدوس زر اللايك عشان يوصل لكم كل جديد أنا بقدمه النهاردة. ربنا يا رب يفرح كل البنات ويفرح كل الولاد ويسعدهم ويستر عرضهم، ويحقق لكل طلاب الثانويه العامه اللي هم عايزينه يا رب، لان السنه دي كانت سنه ملخبطه قوي قوي على الجميع، يعني التنسيق والامتحانات والغش ومش الغش. فربنا يوفق الجميع، وربنا ما بيختارش حاجه وحشه. ربنا يوفقهم يا رب. طبعا كان عندنا فرح زي ما انتم عارفين، والشقه تضرب تقلب، مش تضرب تقلب يا جماعه والله من على الوش بس، انما هي الشقه الحمد لله. انا اول ما جيت الشقه، لان انا بسيبها بالشهرين 3، ما اجي بنعمل تنظيف عميق بقى للشبابيك ولتحت الكنب واللازم منه. فانا سبتها كام يوم بقى ورا بعضه كده. ده فنجان القهوه بتاعي ما بنزلش يا جماعه الا لما اشربه، والله لو يحصل ايه ما انزلش لاي مكان الا لما اشرب فنجان القهوه. فسبتها يوم واتنين وتلاته وانزل وما اعملهاش. فالنهارده اعملها معاكم كده، اعمل ايه الصاله بس كده قدامكم، الريسبشن والمطبخ. فكل حاجة في الأرض بقى، الشوزات أعزكم الله، اللبس اللي كنا بنغيره، الشرابات، والمطبخ زي ما انتوا شايفين كده. وده كان حد جايب لنا ذرة نشويه في الفرن، طبعا غني عن التعريف، يعني الذرة ده كلكم عارفينه حلو وجميل يا جماعة. هاخده والمه معايا وبوديه عند والدتي، انا بيتي جنب والدتي فبنروح لها على طول كل يوم يعني. فزي ما انتوا شايفين كده سبت كل حاجة لحد ما بقت زي ما انتوا شايفين كده. بس برضو كل ده بسيطة الحمد لله رب العالمين، ومبياخدش وقت، ونحمد ربنا على كل حال يعني. الشقة طول ما هي وسخة، في معنى ان العيال ربنا يديهم الصحة بيلعبوا فيها وبيتنططوا، زي ما انتوا شايفين المخدات كده على الارض بيتنططوا، والمواعين. عندنا الحمد لله اكل، فنحمد ربنا على كل حال، ما نزعلش يعني من ده. فزي ما قلت لكم هي كانت متنضفه، والله العظيم انا ما كنتش هصور اصلا، يعني انا كده كده كنت قايمه اعمل، فقمت ايه يا بنت ما تصوري وخلاص يعني. خلاص. السجاد بقى يا جماعه، انصحكم يعني، انصح كل ست مصريه ما تشتري السجاد الا لما حد يساعدك فيه، جوزك، اختك، اخوكي، ابن اخوكي. السجاده دي كبيره وهي مش تقيله قوي، يعني هي تقيله بس مش قوي كمان. انا عندي سجاد والله ما يتشال من على الارض الا لما يكون حد معاكي، ما بيتلمش كده من على الارض وترفعيه الا لما يكون حد معاكي. السجاد بتاع زمان ده تقيل تقيل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فصحيتك يا اختي، صحتك انت مش لاقيها في الشارع، فلازم حد يساعدك وانت بتشيل السجاد وانت جر الكنبه. انا الكنبه عندي يعني الحمد لله خفيف، يعني الله يسامحه اللي عمله، فخفيف فبسيطه يعني. فانا بلم برضو الكنب كده واكنس تحته، وبعدين امسح بالشرشوبه والمه تاني. انا عندي عيب كبير هنا يا جماعه في الشقه عموما يعني. فنفسي لو حد خد باله لو حد خد باله في الفيديو يعني وبيعمل شقه جديده او بيت جديد، ياخد باله من الحته دي. لازم السيراميك او البلاط بتاع الشقه يتعمل عند صنايعي نمره واحد. يعني احنا بقى والله ما كناش نعرف، ولا جوزي كان يعرف قوي. السيراميك بتاع الشقه عندي عمر المية ما برميها في الأرض ما تروح على البلاعات ولا تروح على الحمامات أبدا. المية بتركن في الجناب، ويا إما تروح على الحمامات. فأنا برميش في مية فيها إلا كل سنة مرة، وأقعد فيها بالثلاث أربع ساعات عشان ألم المية اللي أنا دلقتها دي. ليه بقى؟ السيراميك مش مظبوط على الحمامات، واحنا ما كناش نعرف بقى يعني. فما ادلق مية فيها يا إما تركن في الجنب ده أشدها تقوم راكنة في الجنب ده أشدها. هي مش ملحوظة قوي في شكل السيراميك في الشقة، بس هي بتتشاف لما تدلقي مية في الشقة. انما في شقق طبعا وصنايعية ما شاء الله عليهم يعملوا السيراميك اول ما تدلقي المية بتجري جري على الحمامات او على البلاعات اللي انت عاملاها في الشقة. فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. فانا بكنس على طول بالشرشوبة. لو بقى مسحت اسمها ايه، غسلت السجاد، عملت حاجة وادلق مية بالخرطوم، دي بقى بتحتاج لم بالهبل، بقعد فيها ساعتين 3 عقبال ما الم المية اللي انا عملتها دي. فالحمد لله على كل حال. فتحت الشبابيك ونفضتها
وكنست تحت الكنب وارجعه تاني مكانه. مش تنظيف عميق برضه يا جماعه، كده تنظيف يعني من على الوش برضه زي ما انا عرفتكم. بسيب الشقه شهرين 3 واجي، بكون عاملاها كويس. اللهم صل على النبي. كنت هقول ايه يا جماعه؟ الحمد لله رب العالمين. برضو الواحد كان زمان يعني كنت اول ما اتجوزت كده ما احبش يعني الشقه ان هي يكون الشمس داخلها من كل حته دي. انا كنت عبيطه باين ولا ايه مش عارفه. فدلوقتي احلى حاجه احمد ربنا عليها في الشقه ان الشمس داخلها من كل مكان. الحمد لله رب العالمين، من شرقي وغربي وقبلي وبحر كله. الحمد لله رب العالمين مليانه شبابيك والشمس داخلها من كل مكان. تعقيم رباني يعني. تخرجي سجاد، تخرجي بطاطين، لحفة في الشتاء، الشمس تعقم كل ده. فالشمس حاجة جميلة. انا الستاير عندي بقى بلاك اوت. انت مش عايزة الشمس تخشها في وقت خلاص بتقفل الستاير، عايزة الشمس تخشها تفتحي الستاير. فانا كنست الصالة، بعدين اجيب الشرشوبة وامسحها بيها. ثواني. فالشمس حاجة جميلة انها تدخل الشقة يعني. انا الم الكركبة بتاعة المطبخ برضو، والم الذرة بيروح عند امي بنشويه في الفرن اللي هو الفلاحي، بيبقى حلو يعني. ولو هم عندهم تاني بزيادة فنشوي كله مع بعضه. هنا طبقت الهدوم اللي على الكنبة، واللي عايز يتغسل يروح الغسالة. روتين خفيف كده نشجع بيه بعض يا جماعة يعني، مش حاجة تقيلة. مش عايزين بقى يا جماعة، لو اللي قاعد في الشقة انت مش عايزة كركبة فيها، مش عايزة تبان ان هي وسخة، هدوم على الكنبة تاخديها وانت ماشية، الوسخة تحطيها في الغسالة، النضيفة تطبقها وتحطيها في الدولاب، مصلية واقعة على الارض تشيليها، كوباية مركونة في جنبها تشيليه وانت رايحة المطبخ، هتلاقي مفيش كركبة في الشقة خالص خالص. يعني لو احنا كده واحنا قايمين رايحين جايين شلنا الحاجة من مكانها، مش هتلاقي في كركبة في الشقة خالص. لو هدوم، لو قميص، جلابية وقع على الأرض، تيشيرت، أي حاجة وسبتيها وعديتيها، تاني يوم هتحس بكركبة. ما هو ده بيتحط على ده بيتحط على ده، فهتحس بكركبة في الشقة. كوباية مركونة على جنب شيليها حطيها في المطبخ اغسليها، مش هتحسي بكركبة خالص. طبعا انتوا عرفتوا انا بسجل على الفيديوهات ليه، يعني من اللي انتوا سامعينه من احمد مش راحمني ولا سليم. يلا ربنا يهديهم يا رب ويهدي ولادنا كلهم. خلاص يا احمد ثواني ثواني استنى نخلص. ومن هنا لما امسح بالشرشوبة الحمد لله الشبابيك بتشمع الارض بسرعة يعني. حتى في الشتاء اول ما افتح والهواء يخش بتشمع الارض بسرعة. فلو انت عايزة تفرشي بتفرشي يعني على طول. هنا بقى خشيتك يا جماعة البلكونة. الزرع ده والله العظيم بعتبره كأنه عيل من عيالي، لازم اسقيه على طول صبح وليل. عندي الزرعة دي ناسية اسمها، وجوزي اللي كان جايبها انا. والزرعة اللي قصادها النعناع ده بقى يعني حاجة كده جميلة انك تزرعيها في الشقة، تعملي شاي بالنعناع، ليمون بالنعناع،
موجودة عندك في البلكونة، هتحطيه تنشفيه تحطيه على خلطة المحشي. يعني حاجة ليها كده يعني. اول مرة احس الاحساس ده، انك تزرع حاجة في الشقة وتكوني مبسوطة قوي يعني في البلكونة. خير في الشقة، الحمد لله يا رب العالمين. كل حاجة خير يا جماعة، الحاجات البسيطة نفرح بيها، وكلنا نحمد ربنا على احوالنا يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كده خلاص انا كنت خلصت، وبقفل الستائر بتاع الشباك الكبير، وهسيب البلكونه لحد ما الارض تتشمع خالص، وبعدين افرش السجاده. انا كان سليم بيخبط على الباب، وانا يعني قلت له استنى شويه، كده كده كان بيلعب في الشارع، بس لا صمم ان هو يدخل، فدخلته. قلت له روح على الحمام، راح على البلكونه على طول. ما شاء الله عليه ذكي بيفهم. خش يا سليم، قام خشش على البلكونه. كده خلاص خلصت، حاجة بسيطة وما خدتش وقت خالص. ولو عملنا كل يوم في شوقنا كده، شلتي وقمتي، النشاط هيجيلك على طول. طول ما احنا قاعدين، طول ما الكسل موجود، خلاص قمتي، واول ما تشيلي اول خدادية ولا اول مخدة ولا السجادة، خلاص النشاط بيجيلك. و خلاص اشتغلي بعد كده هترتاحي يعني. الواحد بيبقى مبسوط طول ما هو شايف الشقة نظيفة ومرتبة يعني. شوفوا يا جماعه، السيراميك مش باين والله، بس هو بيبان لما تدلق عليه الميه. انا بقول لكم يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، يا رب اكون فدتكم باي معلومه. مع السلامه.